السلام عليكم حبيباتي يا مدبرات، يا رب تكونوا بخير بصحة وبعافية. اليوم بربي ندخلوا مباشرة في الموضوع، هو اللي هو موضوع فخ 5 ملايين. دليل كامل باش ما تبقاوش آخر شهر زيرو. إذا راكم تخلصوا 5 ملايين في الشهر، الفيديو هذا ليكم أنتم، راكم في أخطر مرحلة، تبانوا قدام الناس أغنياء، بصح آخر الشهر تستلفوا على الأقل 500,000 باش تكملوا. هذه سموها فخ 5 ملايين. 90% من الجزائريين ضايحين في هذا الفخ. اليوم راح نعطيكم 3 حاجات. علاش 3 ملايين كيما نقولوا، علاش 5 ملايين فخ، كيفاش نقسموها باش ما تبقاوش زيرو، كيفاش تحولوا مليون واحد ل 12 مليون في عام. الجزء الأول، علاش 5 ملايين فخ. هنا نفتح قوس. خواتاتي ما تنساوناش في الجامع، ربي يحفظكم في الاشتراك. رانا نتعبوا معاكم باش نجيب لكم معلومات اللي تفيدكم، ربي يحفظكم. هنايا نقولوا علاش 5 ملايين هو فخ. اللي يخص 2 ملايين عارف روحه زوالي، واللي ما يصرفش بزاف، واللي يخص 10 ملايين راهو خمم ديجا في الاستثمار. هذه إذا خمم أصلا، ما عندناش عقلية الاستثمار هنا للأسف. بصح اللي يخلص 5 ملايين يشري آيفون بالكريدي، وياكل برا كل يوم، ويلبس الماركة، ويحسب روحه لباس. والمشكل ماشي برك في الراتب، راه مشكل في العقلية. يعني 5 ملايين تعطيك وهم الغنى للأسف. خاصة المخلوق هذاك اللي يكون يخرج ملايين ويحلم به يلحق ال5 ملايين، كي يلحق 5 ملايين يحسب روحه خلاص راه غنى. النتيجة 31 ديسمبر يلقى روحه بلا دورو. الحل، عندنا تقسيم تاع 60% 2020. الحل هو الأظرفة. الظرف الأول 60% تاع الماكلة فواتير، يعني كل مصروف ضروري، كوش، بيبي، الحليب تاع البيبي، هذو اللي تقدرش تستغني عليهم ما تطيحش في المونك. الظرف الثاني 20% فيه مليون. هذا أهم ظرف. كما نقولوا ننساوه كأنه ما كانش، نحطوه في CCP وحده، ولا في كونت وحده، وفي آخر العام إن شاء الله بربي ولا 12 مليون. 12 مليون هذه تقدروا ديروا بها مشروع صغير، ولا تشروا بها ذهب. الظرف الثالث هو 20%، يعني مليون تاع المتعة. هذا ليكم، عندكم حق أنكم تعيشوا، تخرجوا برا، تاكلوا برا، تشروا حوايج، باه ما تحسوش بالحرمان وتدوروا على ذاك الظرف تاع الادخار. وشني كي خلاص هذا المليون حبسوا، ما توشيش الظرف الثاني. كيفاش ما تولوش الفخ؟ باش النظام ينجح طبقوا 3 قوانين ذهبية. قسم من النهار الأول، كي تجي تدخلك شهرية قسمها النهار الأول في الأظرفة، مش متسناش النهار الثاني، خاطر أنك ممكن راح تضعف وتروح تشري منها، مادامش الدراهم في إيدك تروح تشري تصرف بها وتماكش مقسمها أصلا. عمركم لا تخلطوا الأظرفة، لازم كل ظرف وحده. هذا 2. 3. أي زيادة تجيكم في الخاصة 50% منها تروح للإدخار ديراكت، إذا ما هيش قاع زيادة في روحها. مثلا زيادة كاين في الدرجات في قطاع التربية، كاين في زيادة تاع رئيس تبور ربي يحفظه. هنايا كما نقولوا لازم نشوفوا، نديروا عقلية أنها الزيادة اللي تجينا ما ناكلوهاش. أنا كنا عايشين بلا بها، نتمو نعيشوا بلا بها، تروح للادخار أحسن. وجربوا هذه العقلية وتتبدل عقليتكم أكيد. إذا 2. واش تشري 5 ملايين في 2026؟ ها شوية نشوكيكم. 5 ملايين في 2026 كانت بكري حلم، ودرك كل واحد يتمنى يلحق لهذا الراتب. كي يلحق يتفاجئ باللي خروف العيد راهو 10 ملايين وهو أكثر، يعني شهريتين يا ربي. الكليو 2010 هذا اللي حابين يشروا سيارة، 180 مليون، هذه قاعد تالية فيهم، يعني 3 سنين خدمة بلا ما تصرفوا حتى حاجة، بتلحقوا لها. حتى الذهب 3 ملايين ولا تجيب لك جرام واحد. ما كما نقولوا، بصح المشكل هنا ماهوش في شهريتك، المشكل راهو في الشهرية ما زادتش والسوق طار، ماهيش متوافقة مع السوق. والحل هو لازم تزيد مصدر دخل ثاني، هذه لازم ضرورة حتمية، خاطر ما عندناش نلحقوا، والله غالب. كل حية طلعت، كل حية زادت، وشهرية هي. 3. درك نشوفوا كيفاش ترجع 5 ملايين ل10 ملايين، كيفاش نضاعفوا المبلغ. كيفاش تضاعف 3 ملايين بلا ما تزيد سوايع خدمة؟ دير كيما هاك 500,000 تاع المتعة، كرنا قلنا مليون للمتعة، هذاك تنحي ديري 500,000 برك للمتعة، و500,000 حطوها في مهارات تزيدكم الدخل. مثلا تزيدكم في الدخل، مثلا دورة تصميم، سلعة صغيرة تبداو بيها، تبيعوها، تعاودوا لها البيع. كما نقولوا كاين عطا ربي في هذا المجال، رانا في الدخول تقدروا، راهم يبيعوا أدوات مدرسية بالجملة باطل، تقدر تشري وتعاود لها بيعها. يا رب ما كانش لوكال دير طابلة، ماهيش مشكلة، هاي فترة وتفوت.
هنايا بعد 6 شهور المهارة هذه ترجع لك 2 ملاين 3 ملاين زيادة. هنايا كيما نقولوا تلقى ثمارها. هنا نحكوا على الاستثمار طبعا، تلقى ثمارها ان شاء الله بربي، وبش وصبر عليها وخلاص. الاغنياء هنايا ما يخدموش بزاف، يخلوا دراهمهم هي اللي ومهاراتهم هي تخدم عليهم. اذا في الخاتمه نشوفوا المشكل ماهوش في شحال تخلصوا، المشكل كيفاش تقسموا. كاين اللي يخلص 15 مليون و 12 مليون وديما مزير، وكاين اللي بدا ب3 ملايين ودار لافير، دار الدار ودار السياره بالحكمه طبعا، وبالدخل الاضافي وبالتحفيظ كما نقولوا بالتدبير. وفي الاخير هنا في قناتي هذه خطوات ماليه، كل يوم نعطيكم خطوه صغيره باش تخرجوا من الفقر المالي. اذا راكم تستفادوا ديروا ابوني وفعلوا الجرس، لان المره الجايه راح نوريكم وين تحطوا 12 مليون اللي وفرتوهم باش يولوا 20 مليون بربي ان شاء الله، وربي يرزق كل محتاج يا ربي. قولوا لي في التعليقات كيفاش تتعاملوا مع شهريه 5 ملايين، وهل المعلومات هذه مهمه وراها تساعدكم بزاف. وشكرا، وشجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم والاموات. السلام عليكم.